خلاص ما صورنا مره في ايه؟ وزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم عايزه ايه من ولادنا؟ مش عايزين يدخلوا كليات؟ ايه؟ مين هيبقى بنتي دي المفروض تبقى دكتوره. امتحان الفيزياء كان صعب جدا، رجعت معيطه من الكيمياء، رجعت معيطه من العربي. اعمل ايه تاني؟ فلوس وبندفع. حبيبتي اغمى عليها. لا اله الا الله. كل كويس واشرب ميه، طمني اول ما تخرج، واوعى تدي اجاباتك لحد. اوعى، ده تعبك انت. اول ما تطلع تكلمني تطمني وراجع عايزين نعرف. والنبي كلمني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد الاكل. دكتورة العيله جاهزه للامتحان؟ استقبلي العيله بين ايديكي، بس مش سؤال فاضي. لو حد ناداك ما ترديش. المراقب لو ضايقك في مشرف الدور، ضايقك تناديني. جاهزه؟ اشربي ميه كتير. اول ما تخلصي تراجعي وتكلميني. افردي ظهرك. في ايه بجد؟ ثانويه عامه تاني؟ عنق الزجاجه، البيت كله بيبقى محشور في عنق الزجاجه ده، على امل ان الزجاجه هتخلص لما نمتحن وهنخرج للنور كلنا ونروح نصيف والراوتر يفضل شغال طول اليوم ونرجع لحياتنا الطبيعيه بقى ونتبسط. بس بنكتشف ان مفيش عنق زجاجه ولا زجاجه، وان ارض الله واسعه عادي. ماراثون الثانويه العامه، عارفين مين خلاه ماراثون؟ اللي بيستنوا عيالهم قدام باب اللجنه بالميه والعصير. ليه يا جماعه؟ هم بيمتحنوا في يثرب. الاهل دول بقى نفسهم لو دققنا شويه هنلاقيهم بيقدموا الحب والاهتمام مقابل المجموع. وخد بالك حسابك بيتقل كل ما السنه بتعدي، وصينيه الاكل تدخل من الاوضه وتطلع من الاوضه. شوف كام صينيه دخلت لك بقى، ده غير فلوس الدروس طبعا. خدنا VIP، ما ينفعش تاكل معاهم عادي كده. انت ثانويه عامه، هديك عيني طول السنه، بس اخر السنه لو ما لقيتش مجموع فوق ال 95 هاخد عيني اللي اديتها لك دي واطلع عينك. لو اتفاجئت بعد النتيجه وواجهتهم وقلت لهم انتوا بتحبوني حب مشروط، انتوا بتحبوني علشان المجموع، مش بتحبوني لذاتي. ذاتك. تعالي يا نوال شوفي المشروط ابو 75% ده بيقول ايه. ليه يا طنط؟ ليه يا انكل؟ ليه بتعاملوا ثانويه عامه ان هي مختلفه عن باقي السنين؟ ليه؟ يعني ماذا لو اعتبرناها زي تاني اعدادي عادي ونذاكر ونمتحن وخير ان شاء الله؟ وليه ليه لو مستوى حماده طول السنين 60 متوقعين يبقى 200؟ منين؟ ما هو نفس المخ ونفس الاستيعاب. ايه المختلف غير ان قطر حماده زاد حبتين؟ لا زاد كتير. يعني هو انتوا بتغذوه ليه؟ هو في حاجه معينه؟ هو انتوا هتضحوا بحماده لو ما جابش مجموع؟ سؤال لأنكل مدحت وطنط سوزي. ليه مستقبل العيله متوقف على حماده؟ وليه حماده يبقى دكتور العيله اللي اصلا فيها دكتور باطنه جلديه قلب؟ ليه؟ ده انتوا لو عايزين تفتحوا مستشفى في الجراج تحت هتعملوا كده عادي. وليه امراض العيله متوقفه على الطب اللي هياخده حماده؟ ليه؟ وليه حماده لو مش هيطلع دكتور لازم يطلع حاجه من ريحته؟ يعني لو ما لحقناش طب القاهره ولا طب الوادي الجديد ندخله تمريض. اهو اي حاجه بتقول يا طب. ويا طنط سوزي ما تسحبيش القلق كله لوحدك. مش كل يوم نروح نعلق لك محاليل بيغمى عليكي من تاني يوم في الدراسه. ليه؟ وبعدين انت بتشايلين همك ليه في حين ان مفيش هم اصلا؟ يعني تبقى نازل الدرس عادي بس انت شايل على كتفك ضغط باباك وسكر مامتك. دي تروما. وبعدين الواحد بيحتاج دعم اهله في المواقف الصعبه، يلاقيهم هم اللي محتاجين دعم. حماده خايف منك يا طنط سوزي اكتر ما خايف من النتيجه، علشان انهياراتك اللي بتسجليها مع اليوم السابع بعد كل امتحان. وكمان خايف ان الام الحنينه اللي شافها طول السنه تختفي. حماده ما يقدرش يجي يقولك ببساطه انا نسيت الحته دي في الامتحان، او انا اصلا ماليش في الكيمياء والاحياء، فبيطلع يقولك الامتحان كان مليان تريكات ومن بره المنهج والله يا ماما بس انا كويس. جسوة الامتحان معمول علشان كده اصلا، علشان المفروض تحل التريكات دي بناء على اللي خدته طول السنه. يعني هو مش هيجي يقولك سمع لي الصفحه الثانيه من شابتر 5 يا حماده، مش هيحصل. فصيع يا حماده على انكل وطنط عادي، بس ما تصيعش على طنط. اوكي؟ شفتك وسمعتك يا طنط سوزي وانت بتقولي الوزاره مش عايزه الطلبه تدخل كليات. هو ليه وزير التعليم هيستقصد حماده؟ جس وات، ما هو مش الطبيعي ان كلنا هندخل كليات. انا عارفه انك ما بتشوفيش في التنسيق غير كليات القمه. طب ده لا باين انه هندسه علشان كل ما هو مش طب او صيدله او هندسه او علوم فهو مش كليه اصلا يا فاشل. بس ده غلط والله يا حماده، التنسيق مليان كليات كتير، بس انت اللي مش عارف هي بتاعت ايه. تعرف يا انكل ان في كليه ذكاء اصطناعي في كفر الشيخ كاجوال كده عادي؟ يعني حماده لما يتخرج هيبقى ايه بالنسبه للعيله؟ هيبقى حماده ابن عمتهم عادي. هو لازم يطلعوا منه بمصلحه. اللي جاي ده لثانويه عامه. انكل مدحت طنط سوزي تقدروا تقفلوا الفيديو دلوقتي وخدوا الباب في ايديكم. سامعاكي يا طنط سوزي، وانا متربيه احسن من حماده على فكره. المهم
يا جماعه انا عارفه ان باباك ومامتك ممكن يكونوا عايزينك تدخل كليه انت مش عايزها، فانت كرد فعل تقول طب والله ما انا مذاكر وتشوح بايدك كده. محدش هيتضر في تشويحه الايد دي غيرك. ممكن سيكا سيكا تفكير، هل انت عندك كليه معينه عايز تدخلها؟ لو حاول تقنعهم، ما اقتنعوش تقدر تاخد لها كورسات جنب الكليه بتاعتك. ولو لا بقى وما عندكش كليه عايز تدخلها بس في نفس الوقت انت مش عايز اللي هم عايزينه، يا تدور وتسال لحد ما تلاقي المجال اللي شبهك، يا تدخل اللي هم عايزينه يمكن يعجبك وتطلع انت كمان عايزه. ما هو اصل محدش عارف بكره جايب ايه. قصدي يعني بلاش نحرق السفينه باللي فيها، علشان بالطريقه دي محدش هيروح في اي حته. بص خلونا نرسى على بر، حتى لو البر ده هم اللي عايزينه، ومن البر ده نحط خطتنا اللي احنا عايزينها. انا كطمطم عندي حل تالت بس وطوا صوتكم. لو الحلول اللي فاتت دي مش مقتنع بيها، ماذا لو خدنا سنه بريك نفكر احنا عايزين نعمل ايه ونطلع ايه؟ ماذا لو اصل يا طنط سوزي ما احنا مش في سباق، بنجري ليه؟ مفيش جايزه للي هيتخرج الاول، انت الاول مبروك. والله احنا عيال عندنا 17 سنه بس ازاي هناخد قرار يحدد ال10 سنين الجايين من حياتنا؟ انا عارفه انك هتكلمي ماما وتسخنيها عليا، عارفه. منشن بابا وماما او بعتوها على جروب العيله، وما تنسوش تعملوا ليفت. اصل لو مش هنعرف نواجه العيله هنواجه العالم ازاي؟